احلى كشري مصري بدقة شطة مختلفة ومتميزة ممكن تدوقوه. لو اول مرة تشوفوني انا الدكتورة سهى، اتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. قطعت بصل جوليان او جوانح، هنزل عليه بمعلقتين نشا ومعلقتين دقيق واقلبهم كويس جدا. ده بيخليه ما يشربش زيت ويطلع ناشف ومخرفش. وهبدأ انخلهم عشان اشيل منهم كمية الدقيق والنشا الزيادة، وهقليهم في الزيت لحد ما يبقى لونهم بالشكل ده. وطبعا مش قادره اقول لكم هو مخرفش قد ايه. الزيت اللي قليت فيه البصل ده مهم جدا. هبدا اعمل الدقه بتاعت الشطه، هنزل بمعلقتين من زيت اللي قليت فيه البصل، وهنزل عليه بمعلقه كبيره توم مفرومه واقليها شويه مع الزيت لحد ما ريحتها تطلع. انزل عليها بربع كوبايه خل واقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعدين انزل بالبهارات بتاعتي، عبارة عن ملح وفلفل وشطة ونص معلقة سكر وتوم باودر وكزبرة باودر وكمون باودر. هنزل بيهم واقلبهم كويس جدا لحد ما اشم ريحة البهارات. هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من صلصة الطماطم واقلبها حلو قوي. هضرب في الجبة 3 طماطمات وانزل بيهم على الخليط بتاع الدقة واقلبهم حلو قوي، وازودهم شوية مية واقلبهم كويس جدا واغطيهم هدي عليهم النار واسيبهم يتسبكوا. الرز بتاعي انا نقعته لمدة 4-5 ساعات. هصفيه كويس جدا وابدأ اعمل الرز بتاعي. هنزل بكام معلقة زيت من زيت البصل، واضيف عليهم معيار الرز بتاعي من المية، واغطي عليهم واسيبهم يغلوا على النار. اضيف لهم الملح وانزل بالرز بتاعي واغطي عليه واسيبه يستوي. في حلة تانية هضيف شوية من زيت البصل وانزل عليهم بمكرونة انا سلقتها، سواء سباكيتي او بنة، واقلبهم كويس قوي عشان تاخد من طعم زيت البصل. هعمل نفس الحكاية مع العدس اللي انا سلقته. وكده يبقى عندي المكرونة والعدس جاهزين. هبدأ احضر الكشري بتاعي. في بولة هحط معلقة سمنة حلوة، وهبدأ احط الرز بتاعي واكبسه كويس قوي واقلبه في صينية التقديم بتاعتي، واحط عليه العدس بتاعي وفوقيه المكرونة، وفيهم البصل المحمر، وعليه الدقة المتميزة بتاعتي. وده كان طبق الكشري المصري اللي ولا أروع. أتمنى لو عجبتكم الوصفة تنفذوها وتكتبوا لي أسئلتكم ورأيكم في التعليقات، لأن بجد الوصفة دي أحلى بكتير جدا من الكشري اللي احنا بناكله في المحلات. وبالهنا.